انت كيف قهوه، فانت محظوظ ان الفيديو ده جالك، لان احنا جمعنا بين القهوه الاسبريسو والقهوه التركي في فنجان قهوه واحد. بجد طعمه كريمي جدا وطعمه مايل لطعم الشوكولاته، وتحس ان هو شبه القهوه المستورده قوي. فبجد المعادله كانت صعبه، بس تعالوا نحلها مع بعض. 75 جرام من البن الكولومبي. البن الكولومبي في اخر درجات الوسط، نسبه المراره فيه بتقل، زائد ان نسبه الكافيين فيه عاليه جدا، فينفع معانا في قلب الخلطه دي. تعال نروح للهند الارابيكا، هناخد 50 جرام من البن الهند الارابيكا. الهند الارابيكا في تاني درجات الوسط بيميل طعمه لطعم الشوكولاته شويه، وبتظهر طعم الفاكهه فيه كده، وتحس ان ريحه الفانيليا زياده فيه، فينفع معانا في الخلطه ديت. وتعالى نقلل نسبه المراره بتاع الخلطه ب 50 جرام من البن البرازيلي. هيزودوا لنا الكريمه قوي في قلب الخلطه، وهيقللوا من نسبه مرارتها، وبجد هيفرق معانا قوي الكريمه اما تبقى زياده في الخلطه. تعالى بقى نروح للجيتومالي. الجيتومالي ده من عيله الكولومبي، بس مش واخد عيوبه، يعني تحس ان هو نسبه المراره فيه قليله جدا، زائد نسبه السكر فيه تحس ان هو مسكر كده، فينفع معانا في قلب الخلطه. 75 جرام من الجيتومالي. لو عايز تحوجها حوجه ب 5 جرام حبان، شويه ورد خفاف وشويه قرنفل، نص حبايه من جوز الطيب، ولو عايز حاجه للطاقه حط لها عود جينسنج، وبجد هتفرق معاك قوي. التوليفه دي ممكن تكون غاليه شويه وفي الكلاس ايه، بس بجد هتوديك